اهلا بيكم في فيديو جديد مع شاومي. شاومي يا جماعه اول مره تصنع عربيه تعرف بتاعت موبايلات، شواحن، سكوتر. ولكن النهارده بصراحه يا جماعه عربيه بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني حاجه تحفه زي ما انتم شايفين كده. شاومي ايه اس يو 7 اس يو 7 ماكس كمان، ده كتير قوي، ده الاسم طويل قوي يا جماعه، ما تاثروا. لو مهتم بعربيات الكهرباء تابعني لآخر الفيديو. معانا الباشمهندس مارك، اهلا بيك. اتفضل. ازي حضرتك؟ قرب ليه. اهلا بيك. طب احنا عاوزين اكتر تفاصيل عليها. هي عربيه كهربائيه 100% صح كده؟ كهربائية 100%. يعني مش هايبرد. بالظبط. هي القدره بتاعتها قد ايه بقى في المشي؟ العربيه بتمشي معاك لحد 800 كيلو متر من الشحنه بتاعتنا. الشحنه بتاعتنا بتاخد حوالي 25 دقيقه لان هي فيها شحن سريع شاحن سريع؟ بيشحن يعني فتره قد ايه مثلا؟ من 10% لحد 80% في حوالي 25 دقيقه. بسم الله ما شاء الله. شحن سريع جدا. لان خلي بالك ان دي اصلا مشكله بتقابل كل الناس في العربيات الكهربائيه، ان الشحن بياخد معاك 3 او 4 ساعات. فطبعا هنا كانت طفره جديده مع السوفت وير الجديد من شاومي والهايبر او اس، ان العربيه بتاعتك تاخد شحن كبير او شحن سريع جدا، بحيث ان هو بياخد معاك فتره قليله جدا اثناء الاستخدام. يعني هتوديني شرم والغردقه؟ توديك طبعا، بتمشي معاك لحد 800 كيلو متر. هيبقى حوالي تقريبا مثلا ضمانها قد ايه مثلا؟ الضمان دلوقتي مش متوفر لان احنا لسه بتيجي جديده. معاك طبعا استيراد شخصي. العربيه دي اتعمل لها اختبار تصادم؟ طبعا اختبارات الصدمه معموله طبعا في الصين في المصنع بتاعنا، واتجربت في كل التصارع بتاعها او اثناء الاستخدام. خلي بالك ان الماتيريال او الخامات بتاعتنا معموله من الالومنيوم الفولاذي. الصاج بتاع العربيه معمول بخامات محترمه جدا. طبعا ده بيديك امان اكبر اثناء القياده بتاعتك، عشان فكره التصارع، لان هي التسارع بتاعها بيوصل من 0 ل 100 حوالي 2.87 فطبعا رقم ايه ده بسم الله ما شاء الله. بيعدي البورش دي ولا ايه؟ تقريبا. بسم الله ما شاء الله، عربيه ان شاء الله تبقى ناجحه. طب هي ليها تسعيره هنا في مصر ولا لسه؟ لسه التسعير مش في مصر، بس هي بره تقريبا حوالي السعر بتاعها ب $40,000. $40,000. يعني بيكون في افريج حوالي ال 2 مليون 200. ده الاول فئه. العربيه بينزل منها 3 فئات. في اول فئه حوالي 2 مليون 200 لو احنا هنقارنها بالسعر المصري. في طبعا اعلى فئه اللي هي بتكون الماكس لحد 3 مليون 200. اكيد السعر بيختلف من طبعا من مصر على حسب لبلد ثانيه صح كده؟ بالظبط. المفروض يعني هتبتدوا تنزلوها السوق امتى، ولا انتوا جايبين عينات بس؟ ان شاء الله التجميع هيكون في 2027. تجميع 27 هيبقى هنا في مصر. بالظبط. يكون في مصانع الصافي. عندنا مصنع دلوقتي شغال على العربيه دي بالذات، هيكون في سنه 2027. انتظرونا 2027 مع شاومي وتعالوا نتفرج عليها. يلا بينا. هي بتفتح من هنا؟ بالNFC. تفتح من هنا اهي. كارت صح كده؟ الكارت بتاعها. كارت دي ايه دي بقى؟ ايه الكاميرا دي؟ دي كاميرا 360. انت بتجيب جميع اجزاء العربيه، يعني انت جايب كل اتجاه في العربيه حرفيا. وبتشغل الاشارات طبعا معاك، بتبدا تجيب لك الجناب لو في اي عربيه جنبك او اي حاجه. يا جماعه من النظره الاولى بسم الله ما شاء الله. بص العربيه ده قطيفه ده. لا تشطيب فاخر بصراحه. ده من هنا باغ، كل ده زي قطيفه. بصوا يا جماعه حاجه تانية خالص. دي منطقه تحفظ بيها. طبعا دي الكونسوله بتاعتنا. هنا عندك 2 شاحن للعربيه وايرلس. دي بتتفتح دي ولا لا، ده شاحن وايرلس بيوصل معاك لحد 50 واط. حط الموبايل هنا بيبدا ان هو يشحن. ده مكان كده ستورت انجن. هنا التكييف والتحكم. تحكم الفتيس كله طبعا موجود هنا مع الستيل. هنا صح كده؟ يا جماعه بسم الله ما شاء الله كأني قاعد في طياره مش في عربيه. طبعا معانا شاشه هنا بتوصل ل 16 انش، 16.1 انش. الشاشه دي طبعا كونكتد بالهايبر او اس. تقدر ان انت تتحكم في كل الاجهزه المنزليه بتاعتك من شاومي. تقدر ان انت تشغل الاير فراير او اللايت سيستم اللي موجود عندك، او تراقب الكاميرات بتاعتك. العربيه فيها اكتر من دي المفروض الشاشه اللي انا بتعرض لي ايه، ولا هنا كل حاجه بتتعرض هنا؟ من شاشه. في طبعا الشاشه اللي موجوده هنا، وبعدين بيبدا يكون معاك شاشه موجوده على الازاز هنا. الشاشه دي بتوصل معاك لحد 56 انش بلس الشاشه اللي موجوده معانا هنا. لا القعده بتاعتها مريحه جدا. طبعا ثلاجه سخن وبارد ورا. ثلاجه كمان؟ بنضيف للاوبشن دي ان الكرسي بتاعك وانت بتمشي لو على سرعات وخدت ملف كبير، بيبدا الكرسي ان هو يحتضن شويه الدرايفر او السواق، بحيث ان انت ما تبقاش بتتهز يمين او شمال.
العربيه فيها حوالي 25 سماعه بالدولبي اتموس. اقفل الباب كويس كده يا هندسه، عايزين نشوف الفصل. كده اتقفل. احنا مش سامعين صوت خالص. لا الفصل بتاعها عالي قوي وشغل فاخر صراحه، يعني بسم الله ما شاء الله، عربيه الله اكبر عليها يا جماعه، حاجه. لا الصين ابدعت. شاومي تقدر تتحكم هنا في ارتفاع العربيه بالاير سسبنشن، يعني احنا كده ممكن نخلي العربيه تنزل تحت، بقت معاك لحد 125 ملم. والسوست فيها اير سسبنشن تقدر تعليه للاخر. العربيه دلوقتي ارتفاعها بيزيد معاك، وصل لحد 164 بلس، ان هو اصلا اوتو لو في اي عوائق في الطريق يبدا ان هو يرفع العربيه ويبدا يرجعها تاني. طبعا احنا بنتحكم في الشنطه اللي موجوده معانا سواء الاماميه او الخلفيه. ملهاش فتحه من هنا من الشاشه. كل حاجه من الشاشه. تقدر تفتح التشارجر، الشنطه الخلفيه، الابواب، تقدر تتحكم في كل حاجه من خلال الشاشه بتاعتنا دي. تقدر انت تضيف التليفون بتاعك، تتحكم في اللايت سيستم بالاضاءه بتاعتك، يقعد معاك وقت قد ايه عشان يقفل. كل حاجه موجوده من خلال السيتنج اللي موجوده عندك في الشاشه بتاعتنا. بيديك طبعا البطاريه معاك دلوقتي قد ايه، هتمشي معاك كام كيلومتر. ممكن نبص هي مساحه الشنطه قد ايه؟ يعني حوالي 500 لتر. 500 لتر. ده الشكل بتاعها. هنا اهو كراسي طياره، بانوراما كامله. طبعا الشنطه عندنا هنا دوس كده على الزرار ده يا جماعه يفتح. بتيجي بالباكج بتاعتها. شنطه بسم الله ما شاء الله واسعه جدا. ايوه كمل. اما نقفلها نقفل كده. لو في اي عوائق ليها انت ممكن كده بتفتح تاني، عشان طبعا لو في اي خطر او انت نسيت الشنطه قفلت تبدا ان هي تتفتح تاني. ايوه. السبويلر ده طبعا بيكون معاك متحرك اثناء القياده عشان يديك تحكم وثبات اكتر على الطريق متمتزن حسب السرعه. بترفع عادي. فين الموتور يا ولاد؟ الموتور راح فين؟ احنا مش شايفين اي مواتير. ده ايه ده، قاعده دي ولا ايه؟ الواحد يبقى يجيب الولاد ويقعد. صغيره تحط فيها المستخدمات الشخصيه بتاعتك. انا مش شايف اي حاجه غير كله حاجات مفيش موتور. هو الموتور فين؟ مش عارفين، بس ان شاء الله هندور على الموتور. نشوفكم في فيديو جديد مع شاومي.